بتبدأ القصة مع كريستين، شابة صغيرة عندها حظ حلو، متجوزة من راجل محترم اسمه فيليكس، وعندها بنت جميلة اسمها بوب، وشغلها كان رهيب كمصممة أزياء، وكانت خلاص طالعة على قمة المجال الوظيفي بسرعة، وبدأت تعمل أول عروضها. بس في يوم جالها تليفون غريب وصوت مجهول همس لها بكلام مرعب، بس هي قالت إنها مش قادرة تسمع أكتر من كده وقفلت السكة. فجأة شافت كلب حي لكن كأنه ميت ورا الستارة، وبدأ يرمي عليها حشرات، بس اتضح إنها مجرد رؤية. بعد شوية صحيت مفزوعة عرقانة من كوابيس مرعبة، وبان من علب الأدوية اللي عندها إنها بتحاول تتعالج، بس علامة الإحمرار على رقبتها من الحشرة لسه موجودة. وفي الصبح بعتت بنتها بوب للمدرسة وبدأت تجهز لاجتماع مهم مع مدير شركة، وأثناء الحوار الست المسؤولة كانت بتقلل من شغل كريستين، وده خلاها تحس برعشة غريبة، لكن في الآخر الست اعترفت إن شغلها مذهل. بعد الاجتماع رجعت كريستين عربيتها واتصلت بجوزها وطلبت منه ياخد بوب بعيد عنها لأنها حاسة برعشة غريبة. ولما وصلت البيت اتصلت بيها المخرجة ليزا وقالت لها إنهم مستعدين يتعاونوا معاها، بس هيحتاجوا تعديلات على الأزياء، وده خلاها مبسوطة. لكن فجأة سمعت صوت المعلقة وهي بتقع على الأرض، وجرس الباب بيرن. طلعت بنت غريبة اسمها ديانا وقالت إنها جت تساعد كريستين، بس كريستين ما كانتش فاكرة حاجة زي كده، لكنها سمحت للبنت تدخل البيت. بعدها كريستين جهزت أوضة لديانا، ولما سابتها ديانا طلعت صورة غامضة من شنطتها وبصت عليها. وبعد شوية لما كل واحدة نامت في دور مختلف في البيت بدأوا يشوفوا نفس الكوابيس المرعبة، وديانا لاحظت حشرة جديدة وهمست بكلام غريب وهي بتحطها في صندوق. فيليكس وبوب رجعوا البيت وقابلوا المساعدة الجديدة. ديانا على طول عرضت تطبخ العشاء، لكنها جمعت الرماد من الدفاية بنفسها، وهناك لقيت فتحة تهوية ومن خلالها شافت كريستين وجوزها بيتكلموا. فيليكس كان معترض على وجود ديانا وقال لكريستين انها هتفضل اسبوع بس في البيت، لكن ديانا راحت المطبخ وبدأت تشتغل وحطت توابل غريبة من شنطتها، ولما العيلة كلها أكلت كانوا مبسوطين جدا من الطعم. بس ألاعيب ديانا ما خلصتش هنا. لما كريستين حست بألم في كتفها ديانا قدرت تشيله بمجرد ما فكرت فيه ولمستها. بالليل لما فيليكس طلع بوب السرير شافت نفس الكلب اللي أمها شافته، لكن فجأة ظهر مكانه صورة ديانا. وبعد ما نامت بوب رجع فيليكس لكريستين، لكن قبل ما يناموا دخلت ديانا اوضتهم وقالت جملة بلغة مش مفهومة وخرجت وسابتهم لوحدهم. بس هي ما توقفتش عند كده لانها راحت للورشة وشافت علامات غريبة على هدوم تايكا. لكن لما كريستين لاحظت حتة ورقة من جورنال مع ديانا سابت الكل في حيرة بأسئلتها وحركاتها الغامضة. في نص الليل ديانا خرجت من اوضتها بالليل وجابت جورنال وفرشته تحت الباب بعد ما رشت عليه رماد، وهمست وهي جنب السرير انها هتفضل موجودة دايما. بعدها حلمت بذكرياتها من زمان لما كانت بتحتفل مع راجل في نادي. تاني يوم الصبح بوب كانت على وشك انها تتجسس على ديانا، الشخص الجديد اللي دخل عليهم العيلة، لكن لما شافت الرماد اللي تحت الباب ومعاه آثار أقدام اتخضت وجرت بره، لكن ديانا خرجت على طول وحضنتها كأنها بتهديها. بعدها بشوية قررت ديانا تجيب الفطار لكريستين وجوزها على السرير. كريستين شكرتها طبعا بس طلبت منها ما تدخلش أوضة النوم تاني. ساعتها سألت ديانا مين اللي بيساعدها في شغل الملابس، لكن ديانا ردت عليها انه لسه بدري على الأسئلة دي. بعدها كريستين قررت توري ديانا طريق المدرسة، وهي في العربية اعترفت بنتها بوب انها شافت آثار أقدام قدام أوضة ديانا صغيرة زيها بالظبط لكنها مش بتاعتها. وفي الطريق حست كريستين بتعب واتضح انها نسيت الطريق للمدرسة. ديانا اقترحت ان هم يمشوا على رجليهم، ولما وصلوا كريستين قالت لبنتها ان ديانا هي اللي هتيجي تاخدها. وقتها كانت كريستين على وشك تطلب تاكسي لكنها فجأة نسيت رقمه. ديانا وعدتها انها هتساعدها لكن المرة دي هتكون بطريقتها الخاصة. في البيت عملت ديانا طقوس غريبة باستخدام الدخان وطبق فيه مية علشان تشوف اذا كان عقل كريستين بقى صافي ولا لسه مشوش. بعد ما خلصوا الجلسة المية بقت صافية تماما. كريستين استغربت من ديانا وسألتها منين جابت كل المعرفة دي، لكن ديانا ردت عليها انها مش معرفة، دي هدية. وبدأت تحكي عن قصة أومو الراجل اللي كان بيموت وجا عندهم البيت زمان. أومو كان عنده قدرة رهيبة يقدر يعالج أو يقتل، علشان كده كان ممنوع إن أي حد يقرب منه وهو بيموت لأن روحه بتنتقل لشخص تاني. بس ديانا وأمها كانوا قريبين منه لحظة وفاته، ومن ساعتها الهبة انتقلت ليهم. أهلها استغلوها وبدأوا يبيعوا قدراتها دي للناس المرضى، لكنهم كانوا خايفين منها برضه لأنها كانت قادرة تدمرهم بنفس السهولة اللي بتعالج بيها. كريستين بقت ممتنة جدا للي عملته ديانا لأنها بقت أحسن بكتير. في نفس الليلة ديانا سمعت العيلة بتتكلم تاني، وفيليكس كان مقتنع انها مجرد وهم وانهم لازم يطردوها من البيت. تاني يوم الصبح ديانا سمعت صوت الملقاط اللي جوه الصندوق وهو بيخبط، فخرجته وحطته قدامها، واللي اتضح بعد شوية انه في صورة بنتها.
لكن قبل ما تعمل حاجة كريستين دخلت وطلبت مساعدتها، ادت لها ورقة فيها كل مشاكلها وديانا قريتها بصوت عالي، وكريستين قالت لها انها شافت رؤية للكلب اللي عضها واللي نقل ليها الحشرة. ديانا وافقت تساعدها فورا وبدأت العلاج بنوع من التين، لكنها رفضت تلمس مكان العضة نفسه، وبهدوء جمعت نقط دم من صوابعها وكأنها بتجهز لحاجة. في نص الليل بوب كانت نايمة نوم هادي، لكنها فجأة صحت وشافت ديانا واقفة بتطير عند الشباك وفجأة اختفت. الصبح بوب حكت لابوها على اللي شافته، لكن فيليكس افتكر ان ده مجرد حلم. في نفس الوقت ديانا كانت بتسرح شعر كريستين وكانت بتجمع شعرها علشان تستخدمه في طقوسها بالليل. وهنا بنشوف لمحات من ماضيها لما اللصوص طردوها هي واهلها من قريتهم واضطرت تعيش مع جوزها وبنتها في احياء فقيره. تاني يوم الصبح كريستين لاحظت ان ادويتها اختفت فطلبت مساعده علشان تلاقيها، لكن ديانا قالت ان صاحبه البيت طلبت منها ترميها. كريستين افتكرت انها جالها فقدان في الذاكره، لكنها بدات تتوتر خصوصا لما فيليكس اكد لها انها عمرها ما نسيت حاجه قبل كده. في لحظه غضب هجمته، وساعتها لاحظ فيليكس ان في حاجه غريبه بين مراته وبين ديانا وكانهم مترابطين بطريقه مش طبيعيه. بعدها ديانا اخدت بوب للمدرسه وهناك لاحظت ان بنتها بتتعرض للتنمر. في نفس الوقت كريستين سمعت صوت بنتها بتناديها، لكنها لما وصلت لقت حفره تحت الترابيزه وفجاه النار ولعت والدخان ملى الاوضه. كريستين صرخت تطلب المساعده، لكن لما فيليكس وصل كان كل حاجه اختفت، لا نار ولا دخان. بالليل لما كريستين نامت فيليكس قرر يواجه ديانا وقال لها انه كريستين عندها مشكله في عقلها ومش محتاجه اي علاج، لكن ديانا اقنعته انه لازم يتكلموا في الصبح وخرجته من الاوضه. لكن وهو في الممر فجاه بغبغان هجم عليه لكنه ضربه وموته، وبعد لحظات طلع منه حشره وكانها كانت جوه جسمه طول الوقت. فيليكس دفنه بهدوء، وبعدها بوب وديانا جم علشان يسهروا سوا. البنت اعتذرت عن اللي فات وعرضت انها تكون صاحبه كريستين، لكنها في نفس الوقت بقت شايفه ابوها قاتل. ديانا كملت طقوسها، وبعدها كريستين بدات تشوف جثث طيور في كل مكان. الموضوع كان مرعب، لكن ديانا حاولت تهديها، ولما فاقت جريت بسرعه على المدرسه علشان تجيب بوب. تاني يوم راحت الشركة وديانا طلبت من بوب انها تهرب من المدرسة علشان تعلمها حاجة جديدة. في نفس الوقت فيليكس قرر يعرف اكتر عن ديانا وبدأ يدور في حاجاتها، لقى صورة للمكان اللي بتعمل فيه الطقوس وازازة كبيرة تحت السرير، ولما فتحها لقى جوه حاجة غريبة ومجهولة بالنسبة له. كريستين كانت مبسوطة متحمسة بالتصميمات الجديدة وليزا حكت لها عنها اكتر، لكن في نفس اللحظة ديانا كانت بتوري بوب موهبتها الغريبة في التواصل مع الطيور. لما رجعت كريستين البيت كانت في قمة سعادتها، لكنها اتفاجئت بفيليكس مستنيه على السفرة قدامه شنطة الأدوية بتاعتها. ديانا مشت مع كريستين لحد البيت وبتحاول تقنع بوب ان امها هتسامحهم، لكن في البيت الامور ما كانتش ماشيه كده. ساعتها كلهم فهموا ان ديانا بتتلاعب بيهم وقرروا يطردوها وطلبوا منها تسلم المفاتيح وتجمع حاجاتها، لكن ديانا مش من النوع اللي بيخرج بسهوله. بدل ما تمشي سمحت لحشره تدخل من فتحه التهويه وبعدين راحت تودع بوب، لكن بوب ما كانتش عايزه تخسر صاحبتها الجديده فوافقت تعمل اللي ديانا طلبته منها. وبعد ما مشيت ديانا من البيت كريستين اخيرا حست براحه، لكن هنا بنشوف فلاش باك من ماضي ديانا وهي بتودع جوزها ووعدته انه هيسمع عنها تاني. في الليله دي كريستين جات لها نوبة شلل نوم مرعبة، وفجأة ظهرت حشرة ضخمة ونطت عليها، لكن فيليكس صحاها في آخر لحظة. فتح النور وكانت الحشرة موجودة على وشه، لكن حتى بعد ما فاقت الحشرة لسه بتزحف عليها، وكان الكلب واقف هناك بيبصلها وهو ساكت. الصبح فيليكس نزل على الشغل، لكن كريستين اكتشفت نقطة دم على رقبتها. خرجت مع بنتها علشان تتأكد من البغبغان، لكن البنت قالت لها ان بابا كان معاه الحبوب وكان بيكذب. كريستين انفجرت في الغضب وعملت فضيحة في البيت لانها بقت مش واثقة في فيليكس خالص. فيليكس ما كانش عنده غير انه يستسلم وقرر يطلع اوضته، لكن في اللحظة دي طير هجم عليه ووقعه من على السلم واخدوه للمستشفى. كريستين قررت تشغل نفسها عن اللي بيحصل وخدت بوب لمكان يضربوا فيه نار، لكن ديانا كانت شغالة حتى من بعيد كأنها لسه بتتحكم في كل حاجة. هنا كريستين بدأت تحس ان كل الناس اللي حواليها متصابين بالحشرة وان الناس في شغلها بجد هيصدقوا انها اتجننت. في البيت بوب كانت بتسأل عن حالة أمها لكنها طلبت منها تسيبها في حالها، لكن بوب فتحت الباب وكانت المفاجأة ديانا رجعت، لكن المرة دي رجعت تكمل اللي بدأته زمان. ماضي ديانا بدأ يظهر أكتر وعرفنا إنها كانت بتشتغل في مصنع ملابس تحت الأرض بتحاول تجمع شوية أكل بأي طريقة. هي اللي كانت بتخيط الهدوم اللي كريستين بتلبسها النهارده. ديانا أجبرت كريستين تاكل الرماد علشان تفتكر هي كانت مين زمان، وفجأة بنشوف الوجه الآخر لكريستين، الوجه القاسي. زمان كريستين كانت بتيجي لمكان الإنتاج السري ده وكانت بتخلي الستات يشتغلوا بأقصى سرعة، لازم يعملوا 30 قميص في الساعة، والأبواب كانت مقفولة مفيش فرصة للراحة ولا لأي حاجة تضيع. في اللحظة اللي بنت ديانا الصغيرة كانت مستخبية فيها تحت الترابيزة قررت تصورها وتمدح شغل ديانا. دلوقتي الوضع اتقلب بالكامل، ديانا بتعذب كريستين فعليا، بتجبرها تخيط الملابس بلا توقف ولا بتسمح ليها حتى بشرب المية.
والسبب لان في الماضي ديانا في يوم من الايام طلبت اذن تخرج تجيب ميه لبنتها، لكنها ما كانتش عارفه ان اللحظه اللي هتغيب فيها هتكون لحظه كارثيه. المدير قرر كعادته يصلح المروحه، لكن فجاه حصل ماس كهربائي والمكان كله ولع والابواب كانت مقفوله. الناس اتحرقوا وهم عايشين، اما كريستين كانت قاعده في وسط النار بتخيط حتى وهي بترجع دم. علشان كده ديانا قررت تنتقم لكريستين على العذاب اللي عاشته بنفس الطريقه اللي حصلت لها. لكن ديانا لازم تودع بوب، بس بوب مش مستعده تسيبها. البنت بتفكرها بوعدها انها هتفضل معاها دايما، لكن ديانا بتطلب منها تروح الحديقه وتبص لفوق. في نفس اللحظه فيليكس بيرجع البيت وبيلاقي نفسه في مشهد مش مصدق. ديانا بتنط من فوق السطح جسمها بينزف وبوب بتقرب منها، وفجاه اوما الروح المسكونه بتدخل جواها. فيليكس بيبص قدامه وبيشوف حاجه تفوق اي كابوس مر بيه، جثه مراته اتحرقت بالكامل. وبنرجع بالزمن لورا بعد الحريق. ديانا رجعت البيت ودعت جوزها واختفت في الهوا، كل اللي اتبقى منها اثار رجليها في الرماد. وبعدين بوب راحت الغابه وبتجمع الموارد الطبيعيه زي ما ديانا كانت بتعمل زمان لما اوما كانت ساكنه فيها. وديانا كانت هناك بتراقب من بين الاشجار وبتوفي بوعدها وبتفضل مع بوب للابد. وبتخلص القصه هنا. سلام.